السلام عليكم. اليوم سنقدم لكم بعض النصائح التي نعتبرها مهمة جدا للصحفيين المبتدئين وطلاب الإعلام. لا تعتقد أن الصحافة هي مجرد كتابات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع إلكترونية، فكثير من الناس يستطيعون الكتابة ورص الحروف وتحويل المشاعر إلى كلمات مكتوبة بغض النظر عن مدى جودتها أو صحتها. كي تصير صحفيا عليك أولا أن تتعلم كيفية إجادة الفنون الصحفية، خصوصا تحرير الخبر وليس نشر منشورات على أساس أنها مقالات، رغم أن المقالة لها شروط ومحددات كي تحصل على تسمية مقالة حقيقية. من المهم إجادة تحرير الخبر التي هي من أهم الأركان الأساسية كي تصبح صحفيا حقيقيا، وبالإمكان أن تطلع على صياغة الأخبار في وسائل الإعلام الدولية، خصوصا وكالة الأنباء العالمية. إذا أصبحت قادرا على تحرير الخبر بشكل جيد فأنت الآن قطعت شوطا مهما في مجال القدرة الصحفية، حيث يمكنك كتابة التقارير الصحفية وبعض الفنون الصحفية الأخرى. إذا أصبحت قادرا على كتابة التقارير والقصص الصحفية فهذا تقدم مهني جيد، قد يؤهلك إلى الانتقال لكتابة التحقيقات التي تعد أهم وأصعب الفنون الصحفية، حيث يتطلب منك قراءة متكررة لكيفية كتابتها مع الاستعانة بالمتخصصين في ذلك. كتابة المقال تعتبر مرحلة متقدمة للصحفيين الكبار الذين باتوا باحثين حقيقيين يكتبون عن قضية محددة بعد بحث واطلاع، إضافة إلى عامل الخبرة الطويلة والمهنية. لا تنشر شيئا إلا بعد أن يتم فحصه إملائيا ولغويا عن طريق البحث في الإنترنت أو الاستعانة بمن لديهم خبرة لغوية في بعض الأشياء المبهمة لديك. فوجود الأخطاء الإملائية واللغوية تقلل كثيرا من جودة ما تكتب، وتقلل أيضا من احترام القارئ لما تنشره أنت، ويكون لها نظرة سلبية من القراء المحترفين المتمعنين. طالب الإعلام الشاطر هو من يحرص على تنمية مهاراته الصحفية عن طريق القراءة المتكررة صحفيا ولغويا وإملائيا، وعدم إهمال الجانب الأكاديمي. فحصولك على درجات عالية في الكلية أيضا يعتبر نقطة مهمة إلى جانب اهتمامك المهني العملي. الطالب الشاطر هو الذي يتخرج من الكلية وقد كتب بعض الأخبار والتقارير الجيدة، أيضا وقد حصل على عمل ولو عمل جزئي، وهذا يستند على جودة مهارات الشخص وحرصه على تطوير ذاته. كي تجيد الصحافة اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ. اقرأ التقارير والأخبار من مختلف وسائل الإعلام الدولية المعروفة، وقارن بين صياغة هذا التقرير وذاك، وكيف مدخل هذا الخبر وعنوانه، وكيف هذا التقرير وهدف هذا التقرير وعنوانه وكيفية صياغته. وحاول يكون لديك قدرة على تعلم ذلك والاقتراب من الجودة الحقيقية. من المهم جدا أن تركز على زاوية الخبر أو التقرير، وهي نقطة حيوية يتم إبرازها في العنوان. فالصحفي الشاطر من يجيد صنع الزوايا وصنع أخبار مهمة من بيانات أو أخبار رسمية قد لا تبدو لافتة لدى العديد من القراء. من المهم أن تعرف أن الصحفيين البارزين والمحترفين لم يصلوا إلى ذلك إلا بعد جد وتعب ومحاولات عديدة كي يحصلوا على فرص جيدة، فلا توجد فرص دون بحث مستمر وصبر وتطوير مهارات. انطلق من الآن في تعلم اللغة الإنجليزية ولو ذاتيا، فهي تفتح لك بعض الأبواب الجيدة وتساعدك كثيرا في عملك الصحفي، خصوصا لو تطمح في العمل بوسائل كبيرة أو وسائل إعلام دولية مهمة. من المهم عليك التركيز على التخصص الصحفي الدقيق في عملك وإنتاجك بناء على اهتمامك الكبير وشغفك، وبحيث تكون بمثابة مثلا صحفي متخصص بالشؤون الاقتصادية على سبيل المثال، أو صحفي متخصص بالشؤون الاجتماعية، أو متخصص في شؤون البيئة، أو صحفي متخصص بالوقود والطاقة، أو صحفي متخصص بالشأن السياسي أو الأمني أو العسكري، وألا تتحول دائما إلى صحفي عام. بعد اختيارك للتخصص الصحفي الذي تحبه في عملك، تبدأ في البحث المستمر عن التخصص ومتابعة كل القضايا المحلية المرتبطة فيه، والقضايا العربية والدولية المهمة ذات الصلة بذلك. حاول اختيار اسم صحفي خاص بك بحيث لا يكون مشابها لكاتب أو صحفي أو ناشط آخر، كي يكون لاسمك بصمة خاصة وتفرد، منعا لحدوث تداخل وإرباك للجمهور نتيجة تشابه الأسماء. وهذه طبعا مشكلة عانينا منها، وبعض الناس الصحفيين عانوا منها أيضا. عليك التركيز على مسألة الارتقاء اللغوي بشكل دائم في العربية والإنجليزية. فالارتقاء المهني للصحفي مرهون بقدرة رائعة في هاتين اللغتين العربية والإنجليزية. ولا مشكلة في التضحية ماليا وبدنيا في بداية المشوار الصحفي، فالحياة عبارة عن مراحل، والارتقاء لا يتم دون جهد وتعب وتضحية وتقديم ضريبة للتطور.
من المهم أن تكون مخلصا في عملك ومتقنا للفنون الصحفية التي تعمل عليها، ولا تتسرع بالنشر إلا بعد فحص ومراجعة مستمرة، وحرص في جودة الشكل والمظلوم وحرص عفوا في جودة الشكل والمضمون. أخيرا هذه طبعا ملاحظات مخلصة من القلب، أراها مهمة للصحفيين المبتدئين وطلاب الإعلام أو خريجي الإعلام، فقد تحمل الصواب وقد تحمل الخطأ، لكني مقتنع فيها تماما. وربنا يوفق الله الجميع، وربنا يوفق الجميع إلى كل خير وتوفيق وسعادة. مصدر حلقة اليوم طبعا منشورين نشرتهما سابقا في مواقع التواصل الاجتماعي. تحياتي لكم والمعذرة على أي أخطاء، لأنه عبارة عن تقديم ارتجالي بدون تكلف أو بدون مونتاج. تحياتي لكم.